الحلوين، أهلا بيكم. النهاردة هنفرز مع بعض الملوخية بطريقة سهلة من غير أي مجهود. وكمان الملوخية دلوقتي بقت مالية الأسواق، بقت موجودة في كل مكان. هنعملها وهنعمل مع بعض أحلى طواجن زي ما انتم شايفين، خضرة وتحفة جدا اهو. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اهي الملوخية الخضرة، جايبة كمية اهو هعملها معاكم النهاردة. بقطعها، بقرطفها خالص كده، وكل ما بنزل بجيب شويه بحيث ان انا اعملهم بسرعه وما ياخدوش وقت معايا وما احسش بيها ولا بتفريزها، تكون سهله عليا اهو زي ما انتم شايفين. وحتى لو سبتي فيها العرق ده شويه، تسيبي شويه من العرق لان ده بيعمل عرق للملوخيه، بيخليها مسكره. بجيب بقى طبق فيه ميه كتير وبحط الملوخيه، بسيبها تتنقع شويه في الميه دي عشان تنزل كل التراب اللي فيها، بنقعها شويه وبعدين بشيلها من الميه دي واغسلها تحت الحنفيه كتير لحد واحطها في المصفى الصفه. وبعدين بجيب قماشه زي ما انتم شايفين، قماشه نظيفه، وبفرد عليها الملوخيه. ممكن اسيبها كده في الهواء تنشف، او ممكن عشان انا مستعجله بنشفها اهو بفوطه تاني، وافضل انشفها من الميه واقلب فيها وانشف لحد ما تنشف معايا خالص زي ما انتم شايفين. وبعدين بجيب بقى اكياس المطبخ، اكياس المطبخ اهي، الأكياس اللي بفرز فيها الاكل العادي اي حاجه، وبحط بقى الكميه اللي انا على قد الطبخه اللي هطبخها، على قد ما هعمل بشيل في الكيس بس زي ما انتم شايفين. على قد ما انت هتاكل، عايزه كتير عايزه قليل على قد ما انتوا هتعملوا. وبخرج الهواء من الكيس خالص، بخرج كل الهواء اللي فيه، وبعدين بقفل الكيس كويس جدا اهي زي ما انتوا شايفين. هعمل كل الكمية كده في الكياس، الكمية اللي انا عاملاها. هعمل معاكم واحد تاني اهو، اهو برضه هحط على قد ما هطبخ، وبخرج الهواء وبربط الكيس كويس. وخلاص كده هعمل كل الكمية في الكياس زي ما انتوا شايفين اهو. عملت الكمية اللي انا جبتها، وكل ما بنزل بجيب شوية واعملهم زي ما انتوا شايفين اهو كده. تاني يوم اهي اتجمدت اهو. ممكن بقى تعمليها مثلا تدبي عليها باي حاجة تقيلة، دبدبي كده عليها وتفركيها خالص بايدك لو انت عايزاها خشنة شوية ما تبقاش ناعمة قوي اهو زي ما انتوا شايفين. بعملها كده وبحطها في الحلة وبطبخها على طول. او ممكن لو انت بقى بتحبيها ناعمة زي بتاعت بره بالظبط، لو انت عايزاها انعم من كده بتجيبيها بقى وتروحي تجيبي الكبة. بجيب الكبة واكسرها كده وهي متجمدة زي ما هي، وهي متجمدة كده بكسرها واحطها في الكبة واضربها لحد ما توصل زي ما انت عايزة، تنعميها زي ما انت عايزة لحد ما توصل للقوام اللي انت عايزاه اهو زي ما انتوا شايفين. تضربي فيها لحد ما توصل لكده زي ما انت عايزة، يعني كده او اكتر من كده او اقل من كده براحتك اهو. وبعدين بقى بجيب الحلة برضو بحط فيها اللي انا ضربتهم اهو. بنزل، بكون بقى مجهزة الشوربة بغليها على النار، بتكون لازم تكون بتغلي اهو. بنزل عليها بالشوربة، طبعا الشوربة فيها الملح وفيها كزبرة ناشفة فيها كل حاجة. شايفين لونها اخضر جدا، ده كمان التصوير ظالمها، لونها اخضر وجميل، شايفين تحفة جدا. بديها غلوة واحدة على النار بعد ما بحط لها الشوربة، بديها غلوة واحدة وبعدين بكون مجهزة بقى الطواجن، وبنزل بالملوخية في الطاجن، وبكون بقى بجهز الطشة. مفيش اسهل من كده، تحفة جدا. الطاجن اهو بيحكي عن نفسه، بدل ما بنشتريها من بره غالية جدا وكمان فيها مواد حافظة، احنا عملناها بايدينا ومفيش اسهل من كده. يا رب يكون عجبتكم وتجربوها، وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب.